ما ناخذ حتى لو كان صحيح، لانه تبدا الشياطين في حال احنا نسمع هذا الكلام، تبدا الشياطين كل ما احد قرأ في مكان قالوا فلانه مريضه، فلانه مسحوره، فلانه خالتها سحرتها، فلانه معطل عن كذا بسبب فلان، ترى سحرها في المكان الفلاني، ترى اللي صابها عين كذا، وهذه نبدا ندخل في سراديم ما لها لا اول ولا اخر. لذلك لا، ما نعتمدها ابدا. انما كيف اعرف انه هذا السؤال المهم، انه انا اعرف انا كيف اعرف اني انا مصاب ولا مو مصاب؟ اخذ القران واسميه بالرحمن وابدا بنيه الرقيه، اقرا سوره البقره او استمع لها او افتح المذياع نفس الشيء واستمع لسوره الصافات واكرر. سوره الصافات مهمه جدا في انه انا اكتشف حالتي، سوره ياسين مهمه جدا انه اكتشف حالتي، احط السماعات واستمعها بنيه الرقيه. طيب كيف اعرف انه عندي شيء ولا ما عندي؟ اذا بدات على طول من اول ما اسمع الرقيه ابدا في تثاؤب سريع جدا وخلاص، يعني ما استطيع اسكت، او دموع تنهار، او رجفه، او حراره، او بروده، او رجفه بالاقدام، او صداع، او محاوله استفراغ، يعني شيء يحدث في جسدي يغير عليه المكان اللي انا كنت فيها. هنا اقول نعم انه ربما يكون عندي ايصال. والنعاس او النوم. فاذا لا سمعت القران طبيعي. اي نعم، انا قلت قبل شيء نعاس او النوم او الصداع او العطاس او الكحه المفاجئه او التثاؤب يعني اللي وراء بعضه، او محاوله الاستفراغ، او رجفه احد الاطراف او الاطراف كلها سواء يد او رجل او رجول هذه مع بعض، اهتزاز بالراس، محاوله فك السماعه ما اسمع، اوقف، الدموع اللي زي ما قلت. كان لا، ما حدث عندي شيء ابدا. انا مع القران تمام، كنت اسمع القراءه. نعم، فانا بخير. نعم شيخ، حياتي طبيعية والحمد لله، يعني صلاة وورد فجر مغرب أموري تمام. بس أنا استغربت اتصاله، يعني شخص ما هي صديقة بعيدة، يعني ما هي يعني من العائلة ولا شيء، تقول أنا رحت قريت لنفسي. هذه ما هي بصديقة، هذه عدوة، خذيها مني. مهما كانت إنسانة تتصل علي تقول لي ترى أنا رحت الراقي وترى قال أنت مسحورة، معناته أنت بتشوش. لا ما قال مسحورة، لا تستمعي له ولا تلتفتي أبدا ما قال مسحورة. هو قال عندك واحدة من البنات. وش قال عندك واحدة من البنات تطلعين معها. وصف مكان يعني اللي أنا. قالت إيه؟ قال عندها بنت تعبانة. تقول أنا على طول عرفت إنه أنتي، لأن أنا فعلا أنا عندي بنت تعبانة. بس تقول لي إني قلت ترى بنتها توفت يعني. فقال قولي لها تحتاج رقية. فأنا استغربت يعني كيف أصلا وصل التفاصيل هذه، هو ما يعرفني وهي ما تعرف حياتي، ما تعرف تفاصيلي. أنا بعطيك السبب، أنا بقول السبب. شو هذا؟ شخص يتعامل مع الشياطين، مع الجن. هذا اللي حسيته، بس ما هو بحسيتي، هذا المؤكد. لذلك لا تستمعي له أنت ولا هذه، ولا تروح لهذه حتى البنت، لا تروح له حتى لا يشوش عليها ويدمر حياتها. إذا استطيعين ترجعي لها مرة ثانية ارجعي لها، قولي يا بنت روحي من عندها لا تكلمينها. أما البنت توفت الله يعوضكم خير ويرزقها الجنة إذا كانت مكلفة، وإذا كانت صغيرة فاسأل الله أن يخلف عليكم ويجعلها من طيور الجنة. لكن لا تسمعي الكلام هذا ولا تصدقي شيء أبدا. طبق اللي احنا دائما نقوله. فيه آية أصلا، آية واحدة فقط يعني من ضمن الشيء من القرآن، لكن ناخذ آية تسهيلا لكم. اللي يبغى يعرف هل هو في شيء ولا ما في شيء يردد الآية هذه بكثرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تمسحون أيديكم وتستمرون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك في سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تكرر الصورة هذه. فاللي بيتعب زي ما قلت لكم الأعراض قبل شيء موجود شيء، معناته اللي ما يصير عنده شيء يقول الحمد لله رب العالمين ويتوكل على الله ولا يلتفت للكلام مرة.